لحظة إعلان فوز النائب محمود طاهر ما كانتش نهاية السباق، كانت بداية مسؤولية. في اللحظة دي الناس ما كانتش بتحتفل بمقعد في البرلمان، كانت بتحتفل بثقتها في حد اختار يبقى بينهم، يسمعهم ويشتغل عشانهم. وبعدها لما وقف تحت قبة البرلمان وأدى اليمين الدستورية، كان عهد حقيقي مع وطنه وأهله في الدايرة الخامسة بالدقهلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً عن نظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. كان حريص إن كل كلمة هتتقال هيبقى وراها شغل، وكل طلب هيتحول لخطوة على أرض الواقع. بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله الله الله. الحقيقة أنا بشكر أخويا وحبيبي النائب محمود طاهر اللي هو جابني فعلا النهاردة، فأنا مبسوط اللي أنا أكون موجود جنب أهلي. ومن أول أيام المجلس بدأ الوعد يتحول لإنجاز. طرق كانت محتاجة شغل وبدأت تتصلح، وفي مجال الصحة قدم دعم المستشفى ديكيرنس بأجهزة جديدة، وقدر يحقق إنجاز كبير بالحصول على موافقة وزارة الصحة بإنها تخلي الطاقة الاستيعابية لمستشفى ديكيرنس العام الجديد 200 سرير مجهز. وعشان الاستثمار الحقيقي بيبدأ من ولادنا، جاب موافقات على مدارس جديدة وتطوير لمدارس قائمة. وكان في أهم ملف الناس منتظراه، مياه الشرب والصرف. بدأ النائب محمود طاهر جهود على الأرض، ولجان وزارية نزلت عشان تعالج مشاكل بقالها سنين. وفي الكهرباء كمان اشتغل على تطوير للمحولات وإنارة للطرق ومداخل وقرى كاملة، بالإضافة لأنه صاحب مبادرة أكبر مائدة إفطار في الدقهلية، واللي بيحرص إنه يعملها كل سنة. وهو كمان اللي تكفل بإنشاء تندة لحماية أهلنا من الانتظار تحت حرارة الشمس في موقف منشأة عبد الرحمن. وده غير الدعم الاجتماعي وخدمة أهالينا بالسعي لزيادة نصيب المحافظة من الموازنة العامة للدولة. انتوا نبت القرية المصرية الأصيلة اللي تربت على المبادئ والأخلاق والمثل. انتوا قلوبكم كلها معلقة ببلدكم. كل اللي فات مش نهاية الحكاية، ده أول فصل في رحلة عنوانها ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. احنا جينا حبا في بلدنا وعايزين نعمل حاجة في بلدنا، فنبني البلد دي وأفضل ابن البلد دي وهندفن في قلب البلد دي. محبوب وروحه حنينة وأصله طيب، سند لناس وقلبه مفتوح للجميع، في الشدة قبل ما تقصده تلاقيه قريب، ما يسيبش واجب واستحالة في يوم.